تخيل معايا تكون عايش حياة هادية وجميلة، ولكن بسبب الطمع والجشع مجموعة من المجرمين لأجل المال بيحرروا شياطين ملعونة، شياطين بتدمر وتقتل أي حاجة تيجي في طريقها، وعالم البشر أصبح على حافة الانهيار. فقول لي لو أنت مكان بطلنا هتتصرف إزاي في المصايب دي كلها؟ يلا انزل اتوقع لي في الكومنتات واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك بكل فيديو وإشعار. والآن لنبدأ في سرد الحكاية يا فنان. في قديم الزمان مجموعة من الناس قدروا يخرجوا مجموعة من الموارد من المواقع المقدسة، قدروا يدمروا ويحرقوا كل حاجة تيجي في طريقهم، وكل ده من أجل استخراج الموارد للعالم البشري. ولكن انت فاكر ان الموضوع هيعدي بالسهولة دي يا صاحبي؟ لا والله، ده في المقابل قدروا ان هم يخرجوا وحوش شيطانية، شياطين بتدمر وتبلع اي حاجة تيجي في طريقها. الشياطين دي قدرت تخرج البشر من المواقع المقدسة، ولكن في المقابل الشياطين ما قدرتش تتكيف مع العالم البشري، اتحولت بالتدريج الى كائنات روحية، وعلشان كده بدأت تسكن بعض من افراد البشر واطلق عليهم الافراد المختارين. ولحد دلوقت ما حدش قادر يتصرف معاهم ولا يعمل قصادهم اي حاجة. وفي مدينة تدعى الامبراطورية القرمزية انتشرت الوحوش بشكل مرعب، ما حدش يعرف اصلها ولا منين ظهرت. وفي الاونة الاخيرة حصلت حوادث متكررة من هجمات الكائنات المتحولة في المدينة القرمزية، وعلى طول الاخبار بتبدأ تحذر الناس من كل اللي بيحصل، بيعرفوهم بالقواعد اللازمة والاحتياطات اللي المفروض يعملوها علشان خاطر ينقذوا حياتهم. وفي احد الايام بنشوف مجموعة من الناس كتيرة جدا راكبين اتوبيس عام، الناس راكبة فوق بعضيها حرفيا، وفي وسط الناس دي كلها بنشوف واحد صاحبنا لابس سماعة ومشغل موسيقى ومروق دماغه، مش شاغل باله بأي حاجة بتحصل من حواليه. وبنعرف ان الولد ده يدعى تشين شي، وده كمان لسه متخرج من الجامعة بتاعته، يعني تقدر تقول كده ان هو لسه بادئ حياته، ما عندهوش اي موهبة خاصة. حتى الشهادة اللي قدر يحصل عليها من الجامعة بتاعته طالع منها بتقدير سيء جدا، وكل تفكيره وكل أهدافه إنه كان يقعد كام سنة كده بعد الدراسة من غير شغل ولا مشغلة. ولكن طبعا بحكم إن الدنيا بقت غالية ومحدش بيستحمل، أبوه وأمه طردوه من البيت على طول. ما طبيعي يا عم أي حد يعمل كده، هو أنت فاكر إن الحياة بالساهل اليومين دول؟ المهم بقى إن بطلنا فكر خارج الصندوق وبيقرر يروح لمدينة الإمبراطور القرمزي، وده علشان يقدر يعيش ويريح دماغه من وجع الدماغ. ولكن في اليوم المشؤوم اللي قرر يروح فيه للمدينة وهو راكب الاتوبيس فجأة بيلاقي وحش ضخم جدا داخل عليهم، الناس كلها بتترعب ومش فاهمين هو ظاهر منين اصلا، مش عارفين يتصرفوا، والكل بيجري بطريقة همجية جدا. بطلنا بقى بيكون متضايق جدا من كل حاجة بيعملوها، بيقلع السماعة بيقول لهم في ايه بالظبط؟ هو ما حدش فيكم شايفني ولا ايه؟ انتوا لازم تخلي بالكم من التصرفات بتاعكم. بس ده اصلا مش واخد باله من الوحش اللي موجود في المكان، مش واخد باله من الرعب والهلع اللي مسيطر على كل الركاب اللي موجودين معاه، والكل بيبدأ يصوت ومذعورين بيقولوا كائن متحول، ده كائن متحول شرير مش هيرحم اي حد فينا. وبنعرف ان هي دي ارواح شيطانية قديمة على هيئة الارواح، واللي قلنا عليها انها بتسكن اجساد البشر وتسمى بالكائنات المتحولة. ساعتها الوحش بيبدأ يتكلم، بيقول ايوه هو ده المكان اللي هقدر اتغذى فيه على الشر اللي موجود في قلوب البشر، وبعدها هبدأ السيطرة على اجساد الجميع. وبالفعل الوحش بينفجر تماما، بيبدأ ياكل فيهم واحد ورا التاني بكل وحشية، الناس مش مصدقة وعيونهم باين عليها الرعب والهلع. اما بطلنا تشين هو كمان بيبدأ يدوبك ان هو يخاف، بيقول كائنات متحولة هي مش الكائنات والوحوش دي بتكون موجودة في العاب الفيديو بس، ازاي موجودة دلوقتي على ارض الواقع؟ في نفس اللحظة بيكون القطر وصل للمحطة، الناس كلها بتقول اخيرا القطر وصل اللي هيقدر ينقذنا من الوحش المرعب ده. وساعتها كل الناس بتبدا تجري واحد ورا التاني، الكل بيحاول يركب قبل المكان ما يخلص. بطلنا هو كمان بيحاول يجري بس مش عارف يعمل اي حاجه، الناس كلها بتندفع بطريقه مرعبه حرفيا، ما كل واحد فيهم طبعا مش عاوز يموت. الواد بيقع في الارض ومش قادر يتحرك، وكمان الوحش بيظهر قدامه وخلاص هيموته. ومش هو بس لا اللي هيموت، ده معاه اكتر من واحد كمان مرميين في الارض وخلاص فارقوا الحياه. لا ده كمان الوحش بيبدا يتكلم، بيقول له هدم وتوسيع الأراضي وتسوية القبور وتطهير الأرض المقدسة. ساعتها بطلنا تشين هو كمان بيفكر في الكلام اللي بيقوله، بيقول ايه الحظ اللي ملهوش أي 60 لازمة ده؟ أنا دلوقتي هواجه واحد متخصص في الهدم، يعني الجريمة المنظمة والتلوث بالنسبة له حاجة سهلة جدا. بس ده برضه بيأكد لي حاجة واحدة بس، الراجل اللي واقف قدامي دلوقتي ده قدرت تتغلب عليه كل المشاعر، وللأسف أصبح دلوقتي الشخص مسكون. في نفس ذات اللحظة بنشوف ست عجوزة معاها حفيدتها واقفين وخايفين جدا، البنت
البنت بتكون خايفه جدا وبتقول لجدتها كمان، فدي بتحاول تطمنها وبتقول لها ما تخافيش، اكيد دلوقتي قوات الدعم هتقدر توصل وتنقذنا. ساعتها تشيان بيكون واقف وبيسمع كل اللي حصل، بيقول لها ما تخافيش من اي حاجه، انا عاوزك دلوقتي تركزي معايا، انا هشتت انتباه الوحش وانت على طول استغل الفرصه واهربي من المكان. فالست العجوزه بتقول له طيب وانت هتعمل ايه برضه انا مش فاهمه. فبطلنا تشيان بيبدا يستعد، بيقول لها لا لا ما تخافيش عليا، انا كنت في فريق العاب القوى في الكليه بتاعتي، انا هعرف اتصرف وهعرف في نفس الوقت كمان. وفي الوقت نفسه 2 من العيون بيراقبوا هذا الصراع من الظلام. لا وكمان ده بيكلم بطلنا بيقول له اخيرا لقيتك يا راجل، ده انا بدور عليك من مده كبيره قوي. في نفس الوقت تشيان بيمسك الشنطه اللي معاه وبيرميها على الدب اللي واقف قدامه. الوحش مش شاف اي حاجه وخلاص الواد بيهرب منه، بس تفتكر ان هي بالسهوله دي؟ لا والله، ده فجاه الوحش بيلف عليه في لمح البصر، بيقدر يمسكه كانه حته صرصار حرفيا. بيقول لي انت بتعمل ايه يا حالتها؟ هو انت فاكر نفسك قوي جدا وسريع علشان تقدر تهرب مني؟ انت ضعيفك احيان يلا. اما الست العجوزه وكل اللي في المكان بيقولوا يلا حد يساعد الشاب ده، احنا مش هينفع نسيبه يموت كده واحنا نقف نتفرج. في نفس الوقت الوحش بيكون ضرب تشيان ورماه لبعيد جدا، الواد بيقع بيبدا ينزف من بقه بدم كتير قوي، الوحش عيونه بتحمر وشكله كده ناوي خلاص على قتله. اما صاحبنا بيكون مرمي على الارض ومش قادر يتحرك، دي خلاص النهايه قربت. في نفس الوقت عيونه بتبدا تقفل واحده ورا الثانيه، خلاص الواد اقتنع ان دي نهايته. في نفس ذات اللحظه بقى قوات الدعم السريع بتوصل للمكان، الجده والبنت الصغيره بيبداوا يتكلموا، بيعرفوهم ان في شاب قدر ينقذهم لكن هو ما قدرش يهرب والوحش هيخلص عليه ويقتله. فعلى طول القائد بيامرهم ان هم يخرجوا من المكان بسرعه، وبيعرفهم كمان ان هو هيتولى الامر من اول دلوقتي. اما على الجانب الاخر بيكون بطلنا مرمي على الارض زي ما هو مش قادر يتحرك، مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه دلوقتي، وعلى طول بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول انا مش هينفع استسلم ابدا بالطريقه دي، انا مش هسمح لنفسي ان انا اقع واموت قدام وحش ملهوش اي 60 لازمه، لا وكمان المره دي غير كل مره فحياتي هي هتكون الثمن. وفي الوقت اللي بطلنا بيبدا يموت فيه بيبدا يسترجع ذكريات الماضي، بيفتكر لما كان طفل صغير وعلى طول بيفضل يلعب العاب الفيديو، ومهما امه اتكلمت معاه كان بيكبر دماغه بيفضل يلعب بشكل مستمر، وعلى طول عاوز يفضل لوحده ويلعب العاب الفيديو، بس امه بتفضل تلح عليه ينزل للشارع ويعرف اصحاب جديده، بس الواد لما بيخرج بيكون باين عليه الملل، مش حاسس ان هم دول اصحابه، لا حتى لما قرر يحب وفي بنت عجبته بتغزله وبتكسر قلبه نصين. من ساعتها الواد هو فقد الشغف للحياه كلها. اما في ارض الواقع الواد بيبدا يكح وباين عليه التعب الشديد، وكل دي علامات بتدل على ان هو خلاص هيفارق الحياه، بس برضه بيبدا يتكلم مع نفسه بيقول انا عاوز اكسب، انا عاوز اكسب ولو لمره واحده بس في حياتي. في نفس الوقت الدب الوحش بيكون نزل عليه بالضربه القاضيه، ولكن على غير المتوقع بطلنا بيبدا يصرخ بكل اعلى صوته بيقول انا عاوز اكسب، انا مش هينفع اموت، لا انا عاوز اكسب وانقذ حياتي وحياه اللي معايا. بيبدا يصرخ بكل صوته. فجاه الواد بتخرج منه هاله مرعبه جدا، الواد فجاه بيتحول لوحش شيطاني مرعب، ده هو كمان مش مصدق عيونه، بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي دي هلاوس بعد الموت ولا ايه اللي بيحصل معايا بالظبط؟ بس ده بيكون خلاص جسمه تحول بالكامل، الوحش بينزل عليه بوم ضربه قويه جدا. بس تفتكر ان بطلنا هيموت بالسهوله دي؟ لا والله، ده بيقدر يصد الضربه ولا كانها دبانه حرفيا. الواد نفسه بيكون مصدوم اصلا، مش مصدق ازاي يتطور كده ولا ايه اللي بيحصل معاه دلوقتي. ده حتى الدب الكبير هو التاني بيكون مصدوم جدا، مش مصدق ازاي ده بيحصل. في نفس الوقت بيكون الوحش اتدمر هو كمان، دراعه اتقطع ومش حاسس بيه. اما بطلنا تشيان بعد ما تحول بيكون ايده حرفيا اتغيرت 180 درجه. لا يا جماعه، ده مستحيل يكون انسان بشري، ده وحش شيطاني من عالم اخر. وتفتكر ان هو هيقف لحد هنا؟ لا والله، ده بينهال عليه بضربات قويه جدا ومتتاليه، بيدمر في الوحش يمين في شمال، بيقدر يدمر الروح الشيطانيه، بيخرج منها الانسان البشري على قيد الحياه. اما الدب الشيطاني بيخرج منه بيكون عاوز يهرب من المكان بسرعه، بس تفتكر ان هي بالسهوله دي؟ لا والله يا معلم، ده بطلنا تشيان الشيطاني بيجري عليه بكل سرعته، بيقول له تعالى هنا يا حالتها، انا ما صدقت لقيت حاجه اتغذى عليها النهارده. وبالفعل بيقدر ياكله بقطمه واحده بس بعدها بيقول ايه ده طعمه وحش وزباله جدا. بس على اي حال مش مهم، مش بيلحق يتهنى يا عيني باللي اكله، وعلى طول بيلاقي قوات الدعم السريع بيوصلوا المكان، بيجروا بكل سرعتهم وبيقولوا الهدف واقف قدامنا دلوقتي، دي شكلها نهايتك ولا ايه يا معلم؟ دول باين عليهم كده ان هم مش بيهزروا. لا في نفس الوقت بطلنا تشيان بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول لا مش دلوقتي، اللحظه اللي انا فيها دلوقتي حرجه جدا، ما ينفعش التحول يروح مني بالسهوله دي. ده حتى هو كمان بيكون مصدوم جدا، مش مصدق ان هو تحول لوحش شيطاني، بيبدا يصرخ بكل صوته، بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو ازاي انا اتحولت
حولت الوحش كده ومحدش يعرف اصلي بالظبط، لا وكمان انا شكلي اتغير بالكامل 180 درجه. بس انت تفتكر ان الكلام الفاضي ده هيأثر على قوات الدعم؟ لا لا يا معلم، انت هيطلع عينك النهارده وهيخلصوا عليك ويقتلوك. في نفس الوقت بيبدأ يبص على الراجل اللي انقذه من شويه، بيقول هو ايه اللي انا عملته ده؟ هو انا فعلا قدرت اموته ولا ايه اللي حصل له بالظبط؟ ولو انا اللي قتلته او عملت فيه اي حاجه يبقى ده بيدل على حاجه واحده بس، يبقى انا اكيد ملبوس من الشياطين الروحيه. فجاه الشيطان بيخرج كده وبيقول له يا راجل هو انت لسه واخد بالك؟ ده انا كمان لسه من شويه انقذت حياتك. اما بخصوص الراجل اللي مرمي ده اللي انت بتقول ان انا قتلته، الراجل ده مغمى عليه بس مش اكتر. الواد مش بيلحق يفكر اكتر من كده وبيلاقي ضرب النار اشتغل، ضربات يمين في شمال شغاله عليه وعاوزين يموتوه. بطلنا بيكون خايف جدا وعمال يتفادى في كل الرصاصات، ولا لا ده مش بيطلع رصاص، دي بتطلع مجرد حقن مهدئه علشان خاطر يغمى عليه. بس ده شغال تفادي يمين شمال في اي حاجه تيجي في طريقه، مفيش اي حاجه بتاثر فيه نهائيا، بيحس ان هي مجرد طوبه بس اللي خبطت فيه مش اكتر. حتى قوات الدم بيستغربوا جدا، بيقول انه حان التخدر مش هتعمل معاه اي حاجه ابدا، احنا لازم نغير الطريقه بتاعتنا ونهجم عليه بكل سرعتنا. بس تفتكر ان بطلنا تشيان هيفضل واقف مكانه؟ لا والله، ده على طول بيرمي نفسه من القطر وبيحاول يهرب. قوات الدعم كلها بيكونوا مستغربين ومصدومين ازاي بيعمل كده، بس ده مش بيقف ثانيه مكانه، على طول بينط من القطر وبيجري بكل سرعته، بيختفي من الانظار كلها. وفي نفس الوقت فجاه بنلاقي كلب صغير وواحده ست داخلين المكان، بتصبح على كل اللي موجودين وبتدخل لمكان الجريمه وبتسالهم هو انتوا قدرتوا تقبضوا عليه ولا هرب منكم ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ويا ترى هو ايه الوضع معاكم دلوقتي بعد المعركه اللي انتوا دخلتوها؟ ولكن للاسف واحد من اللي موجودين بيرد عليها بيقول لها احنا ما قدرناش نعمل اي حاجه قصاد الوحش اللي كان موجود، فهو قدر يتفادى كل الضربات وقدر يهرب كمان من القطره. فدي بترد عليه بكل عصبيه بتقول له انا اديتك فرصه علشان خاطر تثبت نفسك ولكنك مخيب للامال، ما قدرتش تعمل اي حاجه من اي فرصه نديتها لك. ده حتى كمان الكلب اللي معاه بيبدا يشمشم في المكان بيحاول يلاقي اي ادله او اي خط يوصله للوحش اللي كان موجود. فساعتها البنت دي بتبدا تتكلم مع الكلب اللي موجود، بتقول له احنا حاليا في سباق مع الزمن، لازم في اقرب وقت نلاقي نتائج عن كل اللي بيحصل. فالكلب ده بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، بس انا عندي سؤال صغير، انا ملاحظ كده ان انت من شويه بتحاولي تتجنبي كل الكلام معايا، وعلشان خاطر كده انا هرجع للشكل الطبيعي. بيبدا يصرخ باعلى صوته وفجاه الكلب ده بيبدا يتحول لانسان. هو ايه اللي بيحصل يا جدع انت وهو؟ هو اي واحد من العالم ده عنده هيئه شيطانيه او هيئه انسان ولا ايه الحكايه بتاعتكم بالظبط؟ المهم البنت بتتكلم معاه كمان بتقول له يا راجل ارجع لشكل الكلب من تاني، انت شكلك كان الطف وكيوت قوي. فالواد بيرد عليها بيقول لها بالفعل عندك حق، بس انا برضو وانا على شكل الكلب ما بيكونش عندي اي طريقه علشان خاطر اتواصل مع اي حد جنبيا. بس على كل حال خلينا في المهم دلوقتي. بيبدا يتكلم وبيعرفها عن الاكتشافات اللي عرفها في ارض المعركه، بيقول لها بناء على اثار المخالب وطبيعه الصراع في المكان المفروض يكون هو الشخص اللي احنا بندور عليه. فبتقول له طيب وبالنسبه للمسافه؟ فده بيرد عليها بيقول لها بالنسبه للروح الجديدة اللي بتسكن أي جسم إنسان فهي بتكون غير مستقرة نهائيا، وللسبب ده هو مش هيقدر يوصل لأي مكان بعيد. فالبنت بترد عليه من تاني بتقول له الظاهر كده إن إحنا لسه محتاجين لك أيها المعلم، فقوات الدعم والمكتب اللي إحنا شغالين فيه مليان كتير بالناس اللي ملهمش أي 60 لازمة، فالظاهر كده إن إحنا لازم نتخلص منهم جميعا، وفي الوقت نفسه إحنا هنقدر نستفاد من موهبة زيك أنت أيها المعلم بو فانغ. فالراجل بيقول لا 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 ما تقوليش كده، اعتبر إن أنا مش هقدر أعمل كل حاجة بنفسي، فكل ده مش من مختصصات مجالي اصلا. وبالنسبه للقدرات الفريده فاحنا بنكون مختلفين عن الناس العاديين، علشان خاطر كده مش من السهل الانضمام لاي منظمه معينه. في نفس الوقت بيقعد كده وبيقول لها استني لحظه، بس دي بترد عليه بكل غضب بتقول له هو انت شايف ان ده وقت مناسب للراحه؟ بس ده بيقول لها استني شويه بقى، انا حاسس بطاقه موجوده دلوقتي، ولكن علشان اقدر الاقيه بشكل مناسب القيمه الماليه هتكون كبيره حبتين. فالبنت واللي ما نعرفش اسمها لحد دلوقتي يا معلم بتقول له ما تقلقش يا راجل، اذا كان على الفلوس فكل حاجه سهله، انا هقدر اظبط لك الدنيا ما تقلقش من اي حاجه. في نفس الوقت بو بيبدا يقعد بيجمع كل قوته وبيبدا يفكر، بيحاول يتتبع اثر الطاقه بتاع بطلنا تشيان، بيجري وراه في كل حته. بس الظاهر كده ان بطلنا قوي حبتين، الروح الشيطانيه بتبدا تظهر قصاد بو هو كمان بيتفزع ومش مصدق اي حاجه من اللي بتحصل. ازاي الروح الشيطانيه حست بوجودي في المكان؟ الروح الشيطانيه على طول بتبدا تخوف في الواد، وعلى طول كمان بتبدا تاكله بكل قوتها، وعلى طول بو هو كمان بيرجع لارض الواقع من جديد، بيبدا
يتكلم مع البنت وبيقول لها بصي هو انا قدرت الاقيه خلاص، بس ده على غير المتوقع بيكون باين عليه ان هو اتسمم بسبب ضربة الوحش القوية، بيكون خلاص بيفارق الحياة. وعلى طول البنت بتتعصب جدا، بتبدا تتكلم معاه وبتقول له عرفني دلوقتي على مكان الوحش، عرفنا على كل حاجة بالتفصيل. هو كمان بيكون خلاص بيفارق الحياة، بيبدا يتكلم وبيقول لها ان هو هيكون موجود في المنطقة التاسعة بالظبط. وعلى طول اول ما البنت بتعرف بتبدا تستدعي السنجاب الطائر. السنجاب بيظهر في المكان وبيقول لها اموريني، هو انت عاوزه ايه بالظبط؟ فعلى طول بتعرفه كل حاجة والواد بيختفي من المكان كله. البنت بقى بتفكر مع نفسها وبتقول طالما الموضوع بيتعلق بالسرعة محدش هيقدر يتغلب ابدا على السنجاب الطائر. وعلى الجانب الآخر بطلنا تشيان تحوله لسه زي ما هو بيكمل جري بكل سرعته علشان خاطر يهرب عن الأنظار. في نفس الوقت بقى بيتكلم مع الروح الشيطانية، بيقول له ثواني بس، هو أنت مخطط تقعد قد إيه في الجسم ده؟ فده بيرد عليه بيقول له مخطط؟ أنا ناوي إن أنا أفضل في الجسم ده طول العمر، أنا دلوقتي يعتبر زي إيدك ورجلك بالظبط، إحنا الاتنين مش هينفع نبعد عن بعضينا أبدا. بس تشيان بيصحح كلامه بيقول له لا لا يا راجل أنا مش قصدي كده، أنا كل اللي أقصده إن النط من المرتفعات خلينا ادوغ بشكل مستمر وخلاص هيغمى عليا، انا كل اللي انا عاوزه انزل دلوقتي على الارض. فالروح الشيطانيه بترد عليه وبتقول له يا عم ما انت عارف ان احنا لو نزلنا على الارض دي هتكون نهايتنا بكل تاكيد. بس تشيان مش بيفرق معاه اي حاجه من الكلام الفاضي ده، وعلى طول بيبدا وبيحاول يتحكم بنفسه، وبالفعل بيقدر ان هو يتحكم في نفسه وبيقع على الارض. الشيطان بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا عم الغبي، انت كده هتسبب لنا المتاعب بس مش اكتر. الواد بيقع على الارض ومش قادر يتحرك، بيقول هو ايه اللي انا عملته ده بالظبط، انا كنت خلاص هموت بسبب الوقعه دي. حتى الروح الشيطانيه هي كمان بتبدا تزعق له، بتقول له هو انت غبي ولا مش بتفهم ولا ايه حكايتك بالظبط، انا لولا الدراع الخاص اللي ملفوف حوالين جسمك كانت خلاص ده هتكون نهايتك فعلا، ودلوقتي انت ضررت الجسم الخارجي بتاعي، انا هاخد وقت كبير عبال ما اعالج كل الجروح اللي حصلت فيا، ويلا دلوقتي خلي بالك على نفسك، انا هروح اشوف اتصرف ازاي في اللي انت عملته ده. فتشيان بكل غضب بيقول له اهتم بنفسك، انت مالكش دعوه بيا تاني ابدا. في نفس الوقت بقى الواد بيبدا يخرج لبره، بيلاحظ اتنين من قوات الدعم بيجروا ورا واحد بكل سرعتهم. الراجل بيبدا يزعق وبيقول لهم ارحموني شويه، انا ما اكلتش اديلي كام يوم ومش عارف اعمل اي حاجه. الواد تشيان بياخد باله من كل اللي بيحصل، بياخد باله من قوات الدعم، بيشوفهم هما بيجروا ورا الراجل بكل سرعتهم، فعلى طول بيستخبى في مقلب زباله. بعدها بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول دلوقتي هو انا المفروض هروح فين بالظبط؟ بس على كل حال انا لازم اتخفى عن الانظار شويه وقت، فانا اصلا مش هينفع ارجع لبيتي دلوقتي حالا، فقوات الدعم وقوات الشرطه مش هيسيبوا مكان غير لما يدوروا فيه عن اي طرف خيط يوصلهم للوحش اللي ظهر النهارده. وطبعا لو اي حاجه ظهرت انا اللي هروح في الرجلين ودي هتكون نهايتي بكل تاكيد. الواد يا عيني بيكون التفكير خلاص هيخلص عليه، وهو مكمل ماشي بقى بيدخل احد الشوارع الجانبيه، بيكون داخل وبرضه مكمل تفكير مع نفسه ومش مركز في اي حاجه. فجاه بلال بيهجم عليه بضربات سريعه متتاليه جدا، الواد مش ملاحق يشوف هو بيهجم عليه منين بالظبط. في نفس الوقت فجاه بيظهر قدام عيونه، بيقول له على فين يا معلم، هو انت فاكر ان انت هتقدر تكمل مشي بالسهوله دي؟ انت خلاص هيتم اعتقالك دلوقتي حالا، انت لازم تيجي معانا والا دي هتكون نهايتك، ولو عاوز تنقذ نفسك بكل سرعتك يبقى لازم تسلمنا الطفيل اللي موجود جوه جسمك دلوقتي. دلوقتي انا عرفت هو انت مين يا معلم، انت تبع قوات الدعم السريع اللي البنت بعتتك من شويه. المهم بقى بيكمل كلامه، بيقول له لو تعاونت ووقفت معانا كل ده هيكون في مصلحتك، مش هتموت ولا يحصل لك اي حاجه لو وقفت معانا. بطلنا تشيان ساعتها بيبدا يفكر في كل الكلام اللي بيقوله، بيكلم الروح الشيطانيه اللي جواه، بيقول انا عارف ان احنا لازم نهزم الراجل اللي واقف قدامنا دلوقتي حالا، بس الكلام ده هيكون في اقرب فرصه ممكنه. وعلى طول بيرد على اللي واقف قدامه بيقول له خلاص انا هقدر اتعاون معاك في اي وقت. فبيرد عليه وبيقول له كويس جدا، يلا ارفع ايدك فوق راسك ولف يا باشا واقعد على الارض. يا ترى انت بتخطط لايه بالظبط يا عم تشيان؟ في الوقت ده تشيان بيبدا يتكلم معاه من تاني، بيقول له يا عم انا قصدي ان احنا نتعاون مع بعضينا، هي ايه التصرفات بتاعتك دي؟ بس انت تفتكر ان تشيان هيسيبها تعدي بالسهوله دي؟ لا والله، ده على طول بيلف عليه بكل سرعته بوم ضربه قويه جدا. الراجل بيمسك ايده كده بكل سهوله، بيقول له حلو اللعب مفيش اي كلام، بس انت تفتكر ان هي تدخل عليا؟ لا والله. بس على غير المتوقع تشيان بيضحك عليه، بيقول له ايوه هو ده اللي انا كنت عاوزه بالظبط، وعلى طول بيتحول له جزئيا وبوم ضربه قويه جدا
جدا. يا ابن اللعيبه، بيطير الراجل لبعيد جدا ومش قادر يتصرف ولا يعمل اي حاجه. تشيان هو كمان بيكون مصدوم جدا، بيقول ايه القوه المدمره دي، انا عاوز افضل كده طول حياتي. الراجل ساعتها بيبدا يتكلم معاه من تاني، بيقول له انت دلوقتي بتحاول تقتل واحد من ضباط الامن بشكل مخالف، باللي انت بتعمله دلوقتي حالا يا تشيان هتخلي نفسك معرض للمساءله القانونيه. فتشيان بيرد عليه بيقول له ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما دافع عن نفسه وحريتي؟ هو انت عاوز تقبض عليا وتخليني رهن الاعتقال واسيبك كده بكل سهوله؟ يلا وريني كل اللي عندك. الراجل ساعتها بيتعصب عليه بيقول له ما تقلقش، انا هوريك كل قوتي دلوقتي حالا، مش انت اللي اخترت، وبستحمل يا معلم كل اللي هيحصل فيك. في الوقت ده فرد الامن بيهجم عليه بكل سرعته. تشيان بيكون واقف مكانه مصدوم ومش مصدق عيونه، بيحاول يدور عليه او يلمحه في المكان كله، بس ده فجاه بيظهر من وراه وقبل ما يلمحه بوم ضربه قويه جدا بتطيره لبعيد قوي. تشيان بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول ان سرعته خرافيه حرفيا، قوته شرسه واستهدافه عالي بطريقه مرعبه، ولما قدرتش اداري قوته وسرعته في نفس الوقت بلا شك ده هتكون نهايته حرفيا. بيبدا يستعد وبيحاول يهجم عليه، بس انت بتعمل ايه يابا؟ فجاه فرد الامن بيلف عليه بوم ضربه قويه جدا انقح من اللي قبلها، الواد بيطير وبيترمي في الارض ومش قادر يتحرك. ساعتها الروح الشيطانيه بتبدا تظهر، بتقول له ما تخافش يا تشيان، لا انا طول الوقت معاك وهقدر انقذك. فالواد بكل غرور كده بيقول له نقطني بسكاتك يا عم، انت ما انت مش قادر تعمل حاجه نهائيا اهو. فالروح الشيطانيه بترد عليه بتقول له لو انت بقوتك العاديه وخدت الضربه دي بكل تاكيد انت كنت هتفارق الحياه في لمح البصر، وعلى طول مش بيعدي ثواني بيلاقي اللي بيهجم عليه من جديد. بس تشيان بياخد ابوبه من جنبيه وبيرميها عليه، فرد الامن بيصدها لكنها تنفجر في المكان وبتعمل دخان شديد جدا. بيتعصب جدا وبيقول له الصح كان يا الصلعوك الواخده، انا هخلص عليك وهقتلك. بس فجاه من قلب الدخان بيظهر تشيان وهو متعصب جدا وبيهجم عليه بكل قوته، نزل عليه بضربات مميته حرفيا يمين في شمال. الراجل بيحاول يصدها بس انت بتعمل ايه يا معلم؟ ده بيلاقي جسمه اتشرح حرفيا. تشيان بيكون فاكر ان هو خلص منه والمعركه خلصت لحد هنا، بس فجاه بيلاقي اللي اتعصب جدا قوته الداخليه بتبدا تملى المكان وبيتعصب اكتر، بيقول له انت ضايقتني يبقى لازم تستحمل قوه غضب الداخليه. الروح الشيطانيه هي كمان بتبدا تخرج في المكان، بتقول له اوبا ده الروح اللي واقفه قدامي دلوقتي روح متحوله وهجين كمان، ده هيكون طعام مناسب بالنسبه لي جدا. الروح الشيطانيه الخاصه بتشيان هي كمان بتستغرب ومصدومه في نفس الوقت، بتقول ان الظاهر وحدات الامن كده اتطورت عن اليومين اللي فاتوا، فهم اصبحوا مش بيعتمدوا على الخرده اللي كانت موجوده عندهم زمان، هم دلوقتي بيعتمدوا على الارواح الشيطانيه زينا بالظبط. بتبدا الروح الشيطانيه كمان تتكلم مع عمنا تشيان، بتقول له ان الروح المتحول بتبدا تستغل الجسد المضيف علشان خاطر تتحرر، وهو ده الهدف الاساسي من كل اللي بيتعمل دلوقتي. ولكن الهجوم اللي انت قدرت تعمله من شويه يا تشيان هو اللي سبب خلل في التوازن بين المضيف وروح المتحول. فتشيان بيكون مصدوم جدا وبيقول له ثواني بس، هو انت قصدك ان انا قطعت الصله بين المضيف وروح المتحول وفصلتهم عن بعض؟ فالروح الشيطانيه بترد عليه وبتقول له بالظبط، ففي الوقت اللي بيتناغم فيه المضيف والروح بتسمى بالتوافق، وفي الوقت ده بيكون فرد الامن بيبدا يتحول خطوه خطوه، طاقه مرعبه وقوه مدمره بتظهر في قلب المكان، اعصار مدمر حرفيا بكل معنى تحمله الكلمه. ساعتها بتاكد ان هو لما قطع الروح وفصلها عن المتحول ما قطعهاش بشكل كامل، وهو ده السبب اللي خلاها دلوقتي تحول لديب عملاق. في نفس الوقت تشيان بيفكر مع نفسه بيقول ايوه هو ده نفس اللي حصل بالظبط في عربة القطرة، اتحول وحش كامل، الروح الشيطانية قدرت تسيطر عليه بشكل كامل، فضل لحد ما تحول لوحش مرعب بكل معنى تحمله الكلمة. الواد مش بيلحق يكمل وبالله اللي بيهجم عليه ضربة قوية جدا بيطير الواد لبعيد قوي مش عارف يتصرف ازاي، مش بيلحق يستوعب ويفهم اي حاجة بتحصل من حواليه، بيلاقي هجمات مدمرة حرفيا يمين في شمال. حتى الروح الشيطانية هي كمان بتبدأ تتكلم معاه، بتقول له احنا لو فضلنا بالوضع ده بكل تأكيد انا وانت هنفارق الحياة يا تشيان. الواد ساعتها بيبدأ يتحول جزئيا، بيحاول يسد الضربات ويمسك نفسه شوية، الطاقة بتخرج منه بشكل مجنون حرفيا، بيهجم عليه بكل قوته وبيطيره لبعيد قوي. وبعد ما تشيان بيرميه لبعيد بيقف مع نفسه يستريح شوية، بيقول له اخيرا يا راجل ده انا كنت خلاص فاقد الامل ان انا هطلع عايش بعد المعركة دي. ده حتى الروح الشيطانية هي كمان بتقول له هو انت مش ملاحظ ان احنا بدأنا نفهم تحركات بعض وبنقاتل بشكل كويس مع بعضينا؟ ولكن في اللحظة دي بيقطع تفكيرهم لما بيلاقي الوحش الشيطاني اختفى من قدامه. الواد بيكون مصدوم جدا بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو اختفى ولا ايه اللي حصل له؟ ولكن مش بيلحق يكمل تفكير وبيلاقي اللي طاير فوقه وبيظهر وراه كمان. بس قبل ما بيهجم عليه الواد بيلاحظ وجوده في المكان، بيقول له هو انت فاكرني مغفل ومش هحس بيك؟ بيلف ناحيته بس بيلاقي اللي اختفى مرة تانية من قدامه، مش بيعدي ثواني وبيظهر من وراه من جديد. ايه يا عم ده، هو احنا هنقضيها قط وفار ولا ايه بالظبط؟
بعدها بنشوف السنجاب الطائر بعد ما تحول بالكامل بيكون ماسك بطلنا وعاوز يخلص عليه ويقتله. تشيان في الوقت ده بيكون منهار حرفيا، بيقول هو ايه اللي بيحصل معايا دلوقتي؟ ده قدر يسيطر عليا بالكامل وانا مش قادر اتحرك ولو لخطوه واحده بس. فبسبب الخنقه اللي هو خانقها لي دلوقتي خلى نفسي ضيق جدا ومش عارف اتحرك ولا اخد اي خطوه. بيكمل ساعتها تفكير مع نفسه، بيقول انا عارف ان انا بيغمى عليا بالبطيء ولكني مش عارف اعمل اي حاجه ولا اقاوم اي حاجه من اللي بتحصل. السنجاب الطائر في الوقت ده بيكون فرحان جدا، بيقول ايوه هي دي المكافاه اللي المفروض احصل عليها بعد نهايه المعركه. ده حتى كمان لما بيفكر يستخدم قوه الشيطان اللي معاه حاليا ما بيقدرش، وبيفتكر ان الشيطان حاليا لسه في مرحله التعافي بعد الاصابات الخطيره اللي حصلت له في المره اللي فاتت. الواد بيكون خلاص فقد الامل تماما، بيكون مدرك ان الوضع اللي فيه حاليا يعتبر هي نهايته في عالم البشر. ده حتى الشيطان هو كمان بيقول كده خلاص تم القضاء علينا احنا الاتنين بالكامل. بس مع كل ده انا فرحان بسبب تشيان، فانا ما كنتش متوقع ان انا هلاقي انسان ويكون متوافق معايا بالطريقه دي. انا كنت اتمنى ان الاندماج يفضل معانا شويه كتار، ولكن بما انه خلص دلوقتي مفيش اي مشكله، وللسبب ده انا بشكرك جدا على كل حاجه عملتها معايا يا تشيان، ودلوقتي جه الوقت علشان خاطر اشكرك من كل قلبي. بس انت فاكر ان بطلنا تشيان هيسيبه يمشي بالطريقه دي؟ لا والله، ده بيبدا يفتح عينيه وبيقول له يا راجل عيب عليك، هو انت عايز تسيبني في موقف زي ده؟ دي مش اخلاق رجاله نهائيا يا عم. بس وبرغم التعب الشديد اللي هو بيحصل معاه دلوقتي فجاه بكل قوته بيضرب قلبه ضربه قويه جدا. الواد بيكون باين انه مغمى عليه ولكنه ما ماتش ولا حصل فيه اي حاجه. الشيطان بيبدا يظهر من جواه وبيقول له ايه الحركه اللي انت عملتها دي؟ هو انت مش شايف ان انت بلغت في الموضوع حبتين؟ بس برغم كل ده فانا هساعدك دلوقتي وهنقذك يا تشيان، فانا مش هموت ولا هيحصل لي اي حاجه نهائيا. انا لازم انقذك واحافظ على جسدك واحنا الاتنين نفضل مندمجين الى نهايه العمر. ساعتها الوحش بيسيب بطلنا ويترمي على الارض، بيهجم على الشيطان اللي ظهر وبيكون عاوز يقتله ويخلص عليه. بس انت تفتكر ان الموضوع بالسهوله دي حيلتها؟ لا والله، ده فجاه الشيطان بيرجع مره تانية لبطلنا تشين، القوه بتنبعث من داخله كانه بركان حرفيا. الواد بيبدا يتحول جزئيا وبيبص له بنظره كده كلها انتقام وحقد في نفس الوقت. بيقول له يا مرحب بيك، انت كنت فاكر ان انت هتقدر تخلص عليا بالسهوله دي؟ ده انت بتحلم يلا. بيجهز قوه المخالب الخاصه، بيقول له المخالب دي هي اللي هتقدر تخلص عليك وتقتلك، وبوم ضربه قويه جدا بتشرح الوحش حرفيا. الشيطان اللي بيكون متجسد داخل الانسان بيخرج منه بيكون باين عليه الخوف والرعب، فهو خايف لان كده مصيره هيكون وجبه غداء للشيطان اللي مع تشيان حاليا. الشيطان هو كمان بيبدا يتكلم مع بطلنا تشيان، بيقول له ان روح الشيطان اللي كانت موجوده حاليا كانت قويه جدا، قدر يقاوم قصادنا احنا الاثنين لفتره طويله من الزمن، ولكن مع كل ده احنا الاثنين قدرنا نتغلب عليه. فتشيان بيقول له ما انا واخد بالي من كل حاجه يا عم، بس قول لي برضه هو انت مش ناوي تاكله زي ما بتعمل كل مره؟ فالشيطان بنظره غريبه كده بيقول له لا لا يا راجل، اكله اعمل بيه يعني. وعلى طول بطلنا تشيان بيبدا يخرج من المكان واحده واحده كأن مفيش اي حاجه حصلت ولا كان في معركه شغاله من شويه. الله عليك يا ابني على الثبات والانفعال بتاعك. وبعد ما بيمشي من المكان فرد المنظمة بيبدأ يفوق بعد المعركة الطاحنة اللي كان موجود فيها من شوية. بيقول هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هو انا خسرت المعركة ولا ايه اللي حصل معايا؟ انا مش فاهم اي حاجة. انا كل اللي انا فاكره ان انا كنت خلاص على وشك ان انا اخلص على تشيان والشيطان اللي معاه، بس اللي انا شايفه قدامه حاليا بيكون مختلف تماما عن الذكريات اللي جوه دماغي. في نفس الوقت بيقولوا مجموعة من اعضاء المنظمة، فالسنجاب الطائر اول ما بياخد باله منهم بيبدأ يتكلم مع القائد، بيقول له دلوقتي انا عاوزك تتواصل مع القائد ابوه عرفها بكل اللي حصل في المكان. فالواد بيستغرب كده وبيقول له القائد ابوه؟ انت قصدك مين يا عم انت؟ فالسنجاب الطائر بيقول له ثواني بس، هي مش القائده هي اللي بعتتك للمكان؟ بس ده بيبدا يوجه السلاح ناحيه دماغه، بيقول له خد بالك من كل حاجه، فالمنطقه التاسعه مش بترحب بيكم ابدا في المكان. وبوم ضربه قويه جدا بيفرتك دماغه نهائيا. وعلى الجانب الاخر في احد المباني بنشوف اجتماع حاصل بين قاده الجيش، بيقولوا ان في الاونه الاخيره كان في حوادث كتيره جدا من هجوم المتحولين المتمردين على الناس في المدينه، والقائده بو كانت على طول بتتدخل علشان خاطر تتعامل معاهم، ما كانتش بتسيب القاده الاخرين المهتمين بالمناطق يخلصوا عليهم او يعملوا اي حاجه. بس برضه هو ده المتوقع من بطله مدينه تشيهوانغ العظيمه. وبنعرف ان القائد اللي بيتكلم واقف قدامنا حاليا هو حاكم اداره الامن ويدعى مين غلينغ. في نفس الوقت واحد تاني من اللي موجودين بيبدا يتكلم، بيقول ان القائده بو بتعمل بلا كلل وملل، ودلوقتي في مجموعه من الرجال ظهروا في المنطقه التاسعه، ودلوقتي
انا عاوز اعرف اذا قدرتوا تقبضوا عليهم ولا ايه اللي حصل بالظبط. وبنعرف ان الشخص ده هو كمان قائد المنطقه التاسعه اللي احنا شفناها من شويه، ويدعى تشان غتشون. وساعتها بيكمل كلامه برضه وبيقول ان مهمه الاسر كان الهدف منها جمع المعلومات بشكل اساسي، وتامين المتحول كان يعتبر بس مساله وقت مش اكتر. بس الظاهر كده ان المتحول ده قوي جدا ومراوغ وصعب ان احنا نقبض عليه من الاساس، وده لان جميع قوات الامن اتحركت لهناك وما قدرتش تعمل معاه اي حاجه نهائيا. في نفس الوقت القائده بو بتكون واقفه تفكر مع نفسها. القائد لينغ هو كمان بيبدا يتكلم معاها، بيقول لها لو انت فعلا عاوزه تعملي اي تغيرات في المكان فعندك قاعده اولى لازم ما تعديهاش مهما حصل، ما تتجاوزيش الحدود بتاعتك مهما كلف الامر. وبيعرفها كمان ان جه الوقت لاختبار السلاح الجديد اللي منحه الحاكم، وللسبب ده انا مش عاوزك تزعجي نفسك بشؤون المنطقه التاسعه نهائيا. فالبنت بتبدا تعلي صوتها كده وبتقول لهم ثواني بس، هو انت استلمت المشروع الجديد وانا ما اعرفش؟ فالقائد بكل استهزاء وضحك متكابر كده بيقول ان الاولويه دائما كانت لفريق بو، والقيادات العليا ما كانتش بتثق باي حد فيهم. وفوق كل ده منصب قائد المنطقه ال11 هيكون ليك عاجلا ام اجلا، فانا مش فاهم دلوقتي ليه الاستعجال. ساعتها القائده بو بتكون متعصبه جدا، باين عليها ان الكلام مش عاجبها ولا على هواها اصلا، فعلى طول بتتعصب اكتر وبتقول لهم يلا انا همشي دلوقتي حالا، انا عندي مهمه رسميه ولازم انا اروح اخلصها. وبالفعل بتبدا تتحرك من المكان وتسيبهم وتمشي. وهي ماشيه كمان بيجي لها التليفون غريب، وبنعرف ان الشخص اللي بيكلمها حاليا يدعى بوفينغ. بيقول لها كمان انا اقدر اساعدك في العثور على الحاجه اللي انت بتدوري عليها، ولكن لو عملت كده هتضاعف الاجر بتاعي علشان خاطر هساعدك. وعلى الجانب الاخر بنشوف بطلنا تشيان بيكون ماشي وسط المدينه ماسك التليفون بتاعه وماشي سكرول وهو ماشي في الشارع. بيظهر له كمان الاشعارات المضاده لتحذير السكان، بيعرفوهم ان المدينه حاليا دخلت حاله الطوارئ، وده بسبب الشياطين اللي بدات تظهر في كل مكان. واللي بيكون باين كمان ان بطلنا واحد من التهديدات اللي موجوده حاليا. بيشوف كمان جميع المعلومات اللي قدروا يجمعوها عنه وضافوها في التقرير بتاع النهارده. الواد يا عيني بيكون باين عليه الصدمه والخوف والهلع في نفس الوقت، عمل ميكس حرفيا من التعبيرات اللي بانت على وشه. الشيطان هو كمان بيبدا يظهر ويتكلم معاه، بيقول له يا ابن المحظوظه انت اصبحت مشهور وكل الناس عارفاك، ولكن للاسف انت اصبحت شخص غير حر تماما، واي خطوه تاخدها يمين او شمال هتكون بتمن حرفيا. بس برغم كل اللي بيحصل معاه حاليا بيحاول يكبر دماغه شويه، ولكن لان الموضوع رخم جدا بيفضل ماشي ومكمل مع نفسه في المدينه برضه. بيقول ان الموضوع مش هيعدي بالسهوله دي ابدا. بعدها بنشوف بطلنا تشيان لسه مكمل تفكير مع نفسه، بيقول الهدف الاساسي قدامي دلوقتي هو ان انا اوصل لملجأ برج الساعة، فده يعتبر الملاذ الامن بالنسبة لي، وده لان المدينة بالكامل عرفت عن الشيطان اللي موجود جوايا. اما الهدف التاني ولازم انفذه، انا مش عاوز افضل عايش طول حياتي مع الطفيلي داخل جسمي، انا لازم اتصرف او الاقي اي حل علشان خاطر اطرده واعيش حياة هادئة وسليمة. في نفس الوقت الشيطان بيبدأ يخرج ويتكلم معاه، بيقول له بص بعينك هناك كده في شخص شبهنا احنا الاتنين دلوقتي تم القبض عليه، والجميع بيقول ان جميع انظمة الاتصالات هتتقفل تماما، وده لان هما بيقدروا يتتبعوا اي حد عن طريق موجات التليفون. فتشيان اول ما بيعرف كده بيقول خلاص يا عم انا هقفل التليفون بتاعي خالص، انا مش عاوز اي حد يتتبعني. بس الشيطان بيرد عليه بيقول له لا يا عم مفيش اي فايده من اللي انت عاوز تعمله ده، حتى لو قفلت التليفون او قفلت الطاقه نهائيا فهم هيقدروا يوصلوا لك عن طريق ابراج الاشاره. فالهواتف الذكيه لسه بتبعت اشارات بمواقع تقريبيه لاخر مره اتقفلت فيه. وطبعا انا مش محتاج اقول لك احنا لو تم حصارنا احنا الاثنين دي بكل تاكيد هتكون النهايه. وقبل ما الشيطان يخلص كلمه واحده بس بيلاقي مجموعه اسلحه موجهه ناحيه بطلنا تشيان. الواد بيكون واقف مصدوم وقصاده 5 أو 6 كمان. القائد بتاعهم بيقول لهم يلا انتوا مستنيين ايه، امسكوه بسرعه احنا لازم نقبض عليه دلوقتي حالا. بس تفتكر ان بطلنا تشيان هيعدي الموضوع بالسهل؟ لا والله يا معلم، ده بيبدا يستخدم قوته من جديد، بيتحول لهيئته الشيطانيه. بيبص لهم كده وبيبدا يفكر هيعمل ايه بالظبط. بس ده قبل ما يعمل اي حاجه بيلاقيهم ضربوا عليه بضربات ناريه قويه جدا. الواد بيتفاداهم يمين في شمال، على طول بيقدر يجيبهم كلهم في الارض. يا ابن اللعيبه مش بيتبقى غير القائد واقف قدامه بيفكر ان هو يضرب عليه، بيجهز كل قوته بوم ضربه قويه جدا. بس بطلنا تشيان بالنسبه له الكلام ده فاضي ملهوش اي 60 لازمه، على طول بيتفادى الضربه بكل سهوله. وفي لمح البصر بيظهر قدام قائد الفريق، وبضربه واحده بس من مخالب الشيطان بيقدر يدمر القائد اللي كان واقف قدامه نهائيا. بيبدا يمشي من المكان وبيتكلم مع نفسه شويه، بيقول ان المجموعه اللي كانت موجوده حاليا ما عندهمش اي مهارات حقيقيه، فهم مجرد مصدر ازعاج بس مش اكتر لجميع المتحولين
مكملين. ساعتها بيفضل مكمل ماشي لحد ما اخيرا بيقدر يوصل لبرج الساعة، مكان قديم ومتهالك ولكنه بالمقابل بعيد عن انظار جميع الناس، يعني حرفيا هيكون الملاذ الامن علشان خاطر يقدر يعيش. وبالفعل اول ما بيدخل للمكان بيقول ان هو مهجور من سنوات كتيرة جدا، فالهدوء مسيطر على المكان بالكامل. وعلى طول بيسأل الشيطان بيقول له هو انت متأكد ان المكان ده هيكون الامن فعلا؟ فالشيطان بيقول له يا راجل قلت لك ما تقلقش من اي حاجة، انت بمجرد دخولك المكان كأنك اختفيت تماما عن جميع الانظار من كل العالم. في الوقت ده بيوصل لغرفة موجودة في برج الساعة، واول ما بيدخل بيحس بطاقة غريبة في المكان، بيقول انا حاسس ان في حاجة بتتحرك من حواليا، انا عمري احساسي ما خيب ابدا. فالشيطان بيخرج كده بيقول له لا 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 ما تخافش، هم كده كده اصلا بيحبوا يرحبوا بيك يا معلم. فالواد اول ما بيسمع كده بيقول له يا راجل هو انت بتقول ايه يا عم انت بالظبط؟ هو انت مش مستوعب لكلامك؟ فالشيطان بيقول له انا عاوزك تقرا الكلمات دي بصوت عالي: يا لهيب الهاويه طهر فؤادي، اطرد الشر وقيد الارواح، احمي واحفظ كل من في المكان. فجاه كل حاجه في المكان بقى بتبدا تتحرك لوحديها وطاقه غريبه بتخرج منها. الواد بيكون مستغرب وبيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فالشيطان بيعرفه بيقول له ان التعويذه دي انت قلتها خصيصا علشان تفعل حاجز الملجا، وبمجرد الدخول بتتقطع كل الاتصالات الخارجيه عن المكان ده. وبالفعل اول ما بيعمل كده المكان بيتغير 180 درجه، ولكن في المقابل اشباح من كل مكان بتبدا تظهر واحد ورا التاني. الواد بيكون مرعوب حرفيا، اللي هو ايه ده يا عم انت؟ هي كل الاشباح دي ظهرت منين بالظبط؟ وكمان برضه هم مالهم وليه ظهروا كلهم مره واحده؟ ده انا حتى كمان مش قادر اتحرك ولا قادر اتنفس. فعلى طول اول ما الشيطان بيلاقي بطلنا تشيان كده هيفارق الحياه فعلا بيبدا يظهر من جديد وبكل غضب، بيقول لهم يلا ابعدوا عن حامل الروح الخاص بيا. وبالفعل كل الارواح بتبدا تروح عن بطلنا تشيان، وفي المقابل فجاه واحده بتظهر في قلب المكان، باين على ان هي كاريزما وهيبه كده وحاجه ما تتوصفش يا معلم. فعلى طول بتبدا تتكلم بتقول له هم الظاهر كده ان هم كانوا عاوزين يسيطروا على جسدك يا تشيان، هم ما يعرفوش ان انت اصلا دلوقتي عندك شيطان داخلي. فتشيان بيقول لها ثواني بس، هو انت مين اصلا وايه اللي خلاك تتكلمي ودخلت هنا ازاي؟ بس دي بتتجاهل كل الكلام، بتقول له انا عارفه ان الحياه قاسيه على المضيف المتحول، انا مريت بكل التجارب اللي عمرك ما تتخيلها ابدا يا تشيان. بتبدا تتحرك بقى ناحيته بس مره واحده البت بتقع على الارض. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. تشيان بقى اول ما بيشوفها بيقول لي يا دي النيله، موظف تاني من مكتب الامن، ايوه هي دي فرصتي اللي لازم انقض فيها دلوقتي على البنت دي واخلص عليها واقتلها. بس في الوقت ده الشيطان بيقول له استنى بس استنى، انت لازم دلوقتي تعرف هي مين اللي واقفه قدامك حاليا. بس قبل ما يقف اصلا عن الهجوم بتاعه بيلاقي البنت حركت ايديها بتعمل مجال مغناطيسي بالكامل، والواد بيقف ومش قادر يتحرك لدرجه ان المجال او الضربه دي كانت هتفصل الروح الشيطانيه عن بطلنا تشيان. اوبا دي شكلها يا عم قويه جدا ومش بتهزر. لا ساعتها البنت بتكمل كلام بتقول انا شايفاك بتسري الفساد في كل مكان، والمكان اللي انت نشرت فيه الفوضى والدمار ده بيتي انا، وانت المفروض غريب وتحترم المكان. بتفضل تخنق فيه والواد مش قادر يتنفس وشكله كده هيموت ولا ايه بالظبط. بس الشيطان الخاص بتشيان بيبدا يظهر من جديد، بيقول له نادي على الاخت تشينغ، فهي اللي كانت بتحمينا طول الفتره اللي فاتت دي كلها. وبالفعل تشيان بيبدا يتكلم وبيقول لها انا اسف، كل اللي حصل ده كان مجرد سوء تفاهم بس مش اكتر. فالبنت اول ما بتسمع كده على طول بتسيبه يترمي في الارض. الواد بيكون مرمي على الارض لا حول ليه ولا اي قوه، بيكون باين عليه التعب الشديد من اثر الاختناق. في نفس اللحظه بقى الشيطان بيخرج وبيبدا يتكلم معاها، بس دي بتقول له جراءه كبيره ان انت ترجع مره تانية، انا فكرت ان انت قوي لما قدرت تهرب من المكان، بس انا دلوقتي عندي سؤال ولازم اعرف اجابته، هو العالم الخارجي امن فعلا زي ما انت ما كنت مفكر؟ تشيان بقى في الوقت ده بيبدا يحلل الموقف، بيستغرب جدا لان هي بتقدر تتكلم مع المتحول اللي بيسكن داخل اي انسان، فبيقول هي مضيفه للمتحول برضه ولا ايه حكايتها؟ انا مش فاهم اي حاجه. الشيطان في الوقت ده بيبدا يعرفنا مين هي الاخت تشينغ، وبيعرفنا ان هي خبيره في فنون شيوان، اتدربت لمئات السنين على رؤيه الارواح، عاشت لاكتر من 100 سنه لحد دلوقتي، وللسبب ده تشيان انت لازم تديها الاحترام المتبادل. بس على غير المتوقع هي مش بتديله اي احترام نهائيا. بيتكلم الشيطان الخاص ببطلنا تشيان بتقول له الصلعوك اللي انت دلوقتي ساكن في جسده ده ضعيف وكحيان وملهوش اي 60 لازمه، بس برضه هو ده الهدف اللي انا عاوزاه من الاول، وعلشان خاطر يعيش معايا هنا في نفس المكان انا هخليه الخادم الخاص بيا، اخليه ينظف ويروق ويعمل لي الاكل كمان. بس في الوقت ده تشيان كده بكل غضب بيقول لها مستحيل اعيش مع واحده بتتعامل بالطريقه بتاعتك دي، انا مستحيل اعيش معاكي في مكان واحد، انا كده اصلا همشي من المكان كله. فالبنت بتقول له متاكد من كلامك ده؟ واثق في كل كلمه انت قلتها دلوقتي؟ فده ما بيردش عليها، والشيطان بيخرج مره تانية بيتكلم مع تشيان بيقول له يا عم ما تقول كلمه حلوه كده خلي الدنيا تمشي شويه. بس الكلمتين اللي قالهم الشيطان دلوقتي بيعصبوا بطلنا تشيان قوي، بيقول له حتى لو اتكلمت او عملت اي حاجه فده برضه لسه مخليها زي ما هي شيطانه كبيره ملهاش اي 60 لازمه، كل اللي عندها تصرفات مش كويسه وكلام اقبح من اي حاجه. بتمسك في وقتها الواد تشيان وبترميه في الارض، بتقول له ما تتكلم كويس حالتها، انت لو لاقي دلوقتي
دلوقتي كان زمانهم قبضوا عليك من بدري. بس الواد ما بيكونش فارق معاه اي حاجه نهائيا، بيحاول يقاوم بس هو مش قادر يعمل اي حاجه، فدي بتستخدم كل قوتها بتلزقه في الحيطه حرفيا. الواد بيفضل يتكلم ويزعق فيها اكتر من مره، بس دي لا حياه لمن تنادي. بتقرب منه بتقول له انا دلوقتي عاوزاك تفكر كويس، عاوزاك تحسم الموقف الخاص بيك حاليا، وبتعرفه كمان ان اي اضطراب بيسببه مضيف المتحول بينتهي به المطاف في المكان ده عاجلا ام اجلا. وحتى برضه لو الشيطان او المضيف موجود في جسمك حاليا، انا عمري ما هتساهل معاك او معاه برضه، وللسبب ده انا عاوزك دلوقتي تتوسل ليا، عاوزك تطلب الرحمه وانت عينك مذلوله، وفي الوقت ده انا ممكن اعفو عنك واسامحك واخليك تقعد معايا. فالشيطان اول ما بيسمع كده هو كمان بيتضايق شويه، بيقول لها ثواني بس، هو مش المفروض ان احنا نقعد نتكلم ونناقش الموضوع مع بعضينا؟ اكيد يعني هنلاقي حل، والمفروض ان احنا نقعد نشرب كوبايتين شاي مع بعضينا يعني بدل البهدله اللي انت عاملاها فينا دي، صح ولا ايه يا عم تشيان؟ بس الواد في الوقت ده بيكون متعصب جدا، عيونه بتطق نار شرار حرفيا. بيقول المتحولون بشر برضه، والنوع ده من الاذلال حاجه مش كويسه وما تلاقيش بيهم ابدا، وانت الوحيده اللي بتتصرفي بطريقه وحشه في المكان. فالبنت بتقول له ايه ده؟ انت بتقول عليا انا الكلام ده؟ طب يلا غور بقى من وشي، وبضربه واحده بس بتخليه يكسر الجدار ويقع من برج الساعه. وفي الوقت ده بيكون رجال المنطقه التاسعه بيكونوا بيمشطوا المكان بالكامل. بطلنا تشيان بقى بيقع فوقيهم ويوقعهم كلهم في الارض، بياخد ضربه قويه جدا. بيقول ايه الحظ اللي زي الزفت ده؟ يعني نهار ما اطلع برج الساعه الاقي واحده مجنونه، ونهار ما اقعد دلوقتي اقع على رجال المنظمه مره تانيه، انا ما شفتش حظ اسوأ من كده. الشيطان هو كمان بيظهر في قلب المكان، بيقول له اديك دلوقتي زعلت تشينغ، قول لي دلوقتي هنعمل ايه بالظبط؟ قول لي هنقعد فين وهنستخبى فين من المطارده اللي بتحصل معانا من كام يوم؟ فهي كانت هتقدر تساعدنا نتجنب كل المخاطر، كانت هتشاركنا المعلومات اللي هتفيدنا بكل تاكيد. فتشيان في الوقت ده بيبدا يدرك الموقف وكل حاجه من حواليه، وبيقول ضربه الكف اللي انا خدتها المره اللي فاتت كانت هتقدر تفصل بين روحي وروح الشيطان، وكمان انا عرفت لو اي حد من المضيفين اللي هو انا او الشيطان حصل لهم اي حاجه في نهايه الامر لازم يروح للشيطانه شينغ. فهي عندها خبرات كتيره جدا، وده لان هي عاشت اكتر من 100 سنه، يعني خبرات ومعلومات اكتر من شات جي بي تي حرفيا يا صاحبي. وده بيثبت ان هي بتعرف كل حاجه وكل شخص في المدينه دي، ويمكن كمان كانت هتقدر تساعدك ان انت ترجع بشري يا تشيان. وعلى غير المتوقع انا احب اعرفك ان الاخت تشينغ دي كانت لطيفه جدا في بعض الاوقات، بس انا مش عارف ايه اللي حصل معاها النهارده. وعلى طول بيسال الشيطان بيقول له انت ما تعرفش اي حاجه بتحبها؟ فده بيقول له قصدك ايه يعني، وليه بتسال عن حاجه زي كده؟ فتشين بكل جد بيبدا يتكلم، بيقول له انا لازم اكسب ثقتها في اسرع وقت ممكن. بعدها بيجي الليل وبنشوف بطلنا ماشي مع نفسه بيقلب في جيوبه كده، وبيلاحظ ان المحفظه بتاعته وقعت. بيكون متعصب جدا لان جواها كل البطاقات البنكيه وكل الفلوس، يعني كده هو اصبح لا يملك اي شيء حرفيا. فالشيطان بيقول له يا عم عادي بقى، الظاهر كده ان هي وقعت منك في احد المعارك اللي احنا كنا بنخوضها من شويه. فتشين بيقول له يا عم تنيل بقى، هو انت مش شايف ان انا مش معايا غير شويه الفلوس دول؟ وساعتها بيطلع الموبايل بتاعه بيحاول يرن على اي حد كده يجي ينقذه من الورطه اللي هو فيها، بس في رساله مسجله بتظهر قدامه وبتقول له فيها لقد قيدت هويتك المحليه، واي اتصال هتجرب تعمله بعد كده هيفشل تماما. يعني كده هو لازم ياخد تصريح ويظبط الدنيا علشان يقدر يستخدم التليفون بتاعه. الواد بيتعصب جدا ومش عارف هيتصرف ازاي، وفي وقتها بيطلع شويه ارقام من على التليفون بتاعه، بيقول للشيطان يحتفظ بيهم لان هو هيحتاجهم كمان شويه. فالشيطان بيقول له خلاص مش مشكله، وبيبدا يحفظ فيهم. في نفس الوقت اللي بطلنا بيكون ماشي فيه بنشوف اعضاء المنظمه بيكونوا على الجانب الاخر، بيكونوا ماسكين احد الاشخاص وقدروا يقبضوا عليه فعلا. وللسبب ده تشيان بيقول ان هم كده هيفضلوا برضه لحد ما يلاقوني، هيتعقبوا اثري بكل تاكيد، وكل ده بسبب الجهاز الذكي او التليفون اللي معايا حاليا. التليفون ده فضل معايا لمده كبيره من الزمن، انا مش عارف ازاي هقدر اتخلص منه، بس على اي حال انا لازم ارميه دلوقتي علشان خاطر احافظ على حياتي اكتر من كده. وبالفعل بيرميه في البحيره وبينزل تحت الميه. بس الغريب بقى وهو التليفون بيقع في الميه بيبدا يرن، والاغرب اكتر من كده بنلاقي احد الاشخاص واخد شكل السمكه وبيعوم في قلب الميه، بيقرب للتليفون وبياخده كمان. اوبا، هو مين ده اصلا وليه ظهر دلوقتي بالتحديد واخد التليفون يعمل ايه بالظبط؟ وعلى الجانب الاخر بنشوف اتنين من البنات واقفين مع بعض، الظاهر كده ان هم شغالين في احد المطاعم، بيودعوا احد الاشخاص بيقولوا له شكرا ان انت نورتنا النهارده، يا ريت ترجع لنا في اقرب وقت ممكن. بنشوف البنت دي بقى واللي شكلها مميز كده بتكلم احد الاشخاص وبتقول له زي ما انت ما شايف ان الشراب اللي في ايدي دلوقتي ده شراب سحري، وانا دلوقتي خلاص هفعل السحر بتاعه. الراجل العجوز ده بيبدا يتكلم معاها وبيقول لها ما فيش اي حاجه اشتغلت، فدي بتحاول تتوه كده شويه، بتقول له ما تقلقش انا هشغل التعويذه من تاني بس اصبر عليا. بس ده بيحاول يقرب منها كده
كده وبيحاول يعتدي عليها، بيقول لها تعالي اقعدي جنبيها كمان. بس البت اللي بنت الراجل بتتضايق منه اكتر، بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش شايف ان انت كل اللي بتعمله ده غلط اصلا؟ وعلى طول بتمسك الازازه اللي في ايديها وبتكسرها على دماغ الراجل حرفيا. الراجل اللي معاه بقى بيكون متعصب جدا، بيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تضرب الراجل على دماغه بالطريقه دي؟ ده ممكن يموت فيها وكلنا نروح في داهيه. بس دي ولا بيفرق معاها اي حاجه، بتبدا تسيب المكان كله وبتخرج بره، بتقول لهم انتوا مجموعه شويه اغبياء مالكمش اي 60 لازمه، ازاي اوافق اقعد معاكم بطريقه زي دي؟ بس البنت اول ما بتخرج بره بتلاقي التليفون بتاعها بيرن هو كمان. احد الاشخاص بيبدا يزعق لها، بيقول لها هو انت مفكره نفسك بتعملي ايه بالظبط؟ بيقول لها كمان هي دي المره الثانيه اللي تعملي فيها نفس الموقف، فالرئيس ده محدش يقدر يتحمل اهانته ولا اي حاجه بيعملها، وللسبب ده لازم تروحي وتعتذري له وتعوضيها عن كل حاجه حصلت، والا هبعتك للمنطقه المحظوره، هخليكي تعملي اقذر الاعمال حرفيا. واهم حاجه لازم تخلي بالك، انت لو عملتي اي مخالفه وكملتهم 3 هطردك من الشغل كله. فدي بتقول له خلاص يا عم، الرئيس تشيان هدف سهل جدا وهدف ثمين في نفس الوقت، وللسبب ده انا هروح دلوقتي حالا. البنت بقى وهي ماشيه فجاه بيخرج منها طاقه غريبه جدا، مش بيعدي وقت كتير وبتكون وصلت للرئيس تشيان، بتروح تعتذر له عن كل اللي حصل معاها، بتقول له انا اسفه جدا وكمان هحضر لك المشروب اللي انت عاوز تشربه. فده بيقول لها لا يا ستي خلاص كبري دماغك، انا عاوزك دلوقتي تنسي الموضوع وتفضلي قاعده جنبيا طول الوقت. بس دي فجاه بتقرب منه كده بطريقه غريبه، بتخرج طاقه سحريه بتملى المكان كله، الراجل بتبدا ملامحه تتغير وبيكون باين عليه كده ان هو داخ او سكر او حاجه كده مش مفهومه يا معلم. وبالفعل اول ما بتروح هناك بتحاول تستدرج الراجل علشان خاطر تخلص عليه. البنت فجاه بتتحول لشكل مرعب شيطاني، الراجل بيكون مفزوع وخايف جدا من الحاجه اللي شايفها قدامه، بس دي على غير المتوقع بتمسك عصايه وبتنزل بيها على دماغه خلاص هتموته، بتقول له يلا بقى وريني معاك ايه دلوقتي. بتمسك المحفظه بتاعته بتلاقي فيها شويه فلوس قليلين، بتقول له بقى هو ده كل اللي معاك؟ بس انت راجل كحيان يلا، انا كنت مفكره ان انا هلاقي فلوس كتير تعوضني عن كل حاجه عملتها. وفي نفس الوقت فجاه بتجيلها رساله على التليفون بتاعها، رساله عن اصدار قائمه المكافآت واللي بيكون فيها بطلنا تشيان شي، والمكافاه المحطوطه علشان خاطر القبض عليه هي 120,000 عمله. هي دي نهايتك ولا ايه يا عم تشيان بالظبط؟ ملحوظه بقى يا صاحبي، اللي يعرف نظام القبض ده كان موجود في فيلم ايه اجنبي يا ريت تعرفني في الكومنتات لو انت جامد بقى، اما لو مش عارف اكتب لي برضه انا هعرفك في فيلم ايه يا صاحبي. فالبنت اول ما بتشوف الصوره كده بتقول ثواني بس، الشكل ده مش غريب عليا لا، فالولد اتشين ده كان موجود معايا في الفصل المجاور واحنا الاثنين كنا في الكليه سوا، فازاي حاطين المبلغ كل ده على الطالب اتشين؟ والحد هنا صاحبي بيكون خلص الحلقه بتاعتنا، فيا ترى هل هيتم القبض على تشين ولا هيقدر يخلص على كل اعدائه؟ وهل برضه المنظمه هتسيبه في حاله ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وايه هي كمان حكايه البنت اللي ظهرت النهارده دي؟ وهل فعلا هيكون ليها علاقه ببطلنا تشين ولا كل ده كلام بس مش اكتر؟ كل دي توقعات هنعرف اجابتها في الحلقات اللي جايه، فانزل اكتب لي توقعاتك في الكومنتات واشترك في القناه وفعل زر الجرس، واهم حاجه لو عرفت اسم الفيلم اكتب لي يا صاحبي واطلعك معايا الفيديو اللي جاي. ويلا اشوفك على خير وفي امان الله، سلام.